لو كان تسقسوني وشنو الحاجه اللي تعلمتها في الغربه اون جينيرال، نقول لكم باللي الحاجه الوحيده اللي تتعلموها فريمون هي انك توالف تكون وحدك. اوكي، مش كيما تكون في داركم مع لي بارون مع لا فامي. في الغربه لازم توالف تكون وحدك، باسكو يجي النهار وين الناس كامل ديسباري من عندك. اوكي. دونك هذه قاعده، وكاين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك احبب من شئت فانك مفارق. يعني الدنيا هي كامله دايره كيما هاك. الفراق سنة الحياة، حتى أقرب الناس، حتى يعني والدينا أبنائنا، سواء بالفراق من جهتنا احنا ولا من جهتهم هما. هذه سنة الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الباقي، هو الحي الذي لا يموت. ما عدا هذا أنا نتكلم، يعني أني نهدر على الصداقات ولا العلاقات في الغربة تولي تبان على حقيقتها. يعني مش كيما يعني هي ما في بلادك وي مي الغربة. كنت كتبت مرة ستاتي كيما هاك في الفيسبوك صافي لونطو، تلقيت خبر تاع وفاة جدتي الله يرحمها في بداية 2000 في نهاية 2022. في هذاك الوقت كنت رايحة لأوتاوا باش نجيب الإقامة الدائمة، يعني غربة رقم 2، غربة واحدة أخرى، غربة جديدة. مي كنت كتبت باللي في الغربة يولي يدوبل عندك الألم، هذيك لا دولار تاع لو داي هذاك تاع الفراق ولا الفقدان تتضاعف. ماشي كيما تكون في وسط. ممكن لانك لما تكون في بلادك وسط اهلك تكون مدعم وتكون محاط بالناس اللي تحبك صح بدون مصلحة، تحبك لانك انت يعني محمد ولا انت خالد ولا يعني تحبك لذاتك. لكن في الغربة ستجد نفسك وحيدا، لكن لست وحدك، لان الله سبحانه وتعالى دائما معك. كنت درت فرحت بزاف هذاك الفيديو اللي راه قريب ميل، معليش ما يهمنيش لو كان يتفرج عليه واحد برك ويدعي لي واحد برك ويدير على نصائحي في ذيك الفيديو واحد برك، معليش راني رابحه ان شاء الله دنيا واخره. باسكو ما كانش لازم نخبي باللي فريمون كما الشعراوي قايل المقولة، يقول لك إذا تركك كل الناس فاعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك روح عندي، أنا راني هنا. هذه هي حبيت نقولها لكم برك. جسيكو مش محتوى كاع، مي بويسكو نحكي على كندا، على الجديد، على الطوارئ هذه تاع القوانين تاع كندا. نحكي على معيشتي هنا في كندا، كيفاش فريمون مهما يروحوا الناس، مهماش نحكي عليا خاصة، مي راني نحكي اون جينيرال. الحاجة اللي تتعلمها فريمون الناس الغربة، الناس اللي عايشين في الغربة في خارج البلد يفهموني يسمعوني. بالك ممكن رحت غير زيارة ولا تحس بهذا الإحساس أنك تتعود وتتكل على روحك وتتعود تكون وحدك، سواء في الأوقات الحزينة سواء في الأوقات تاع الفرحة. ونقول لكم واحد الحاجة سوف تدهشون. الفرحة كما رمضان، كما العيد الصغير، خاصة الأعياد ولا العيد الكبير، تنظر أكثر كيما تلقاش أحبابك معك وأهلك، يعني أكثر من الحزن. يعني الفرحة تولي تحوس شكون اللي يفرح معك، شكون اللي يقعد معك، شكون اللي يشارك معك، يبارطاجي معك هذيك الفرحة. هذه هي. الله سبحانه وتعالى الحمد لله ماناش وحدنا، الله سبحانه وتعالى معنا ومع كل مؤمن، يعني يتمسك به ويشد فيه توجور. شكرا لكم، الى فيديوهات قادمه. شجعوني برك باش نعاود نرجع للمعلومات، وحفزوني شجعوني باش نرجع نبدا نجمع المعلومات حول كل جديد، ما هو جديد عن الهجرة إلى كندا. شكرا لكم، تهلاو في روحكم، مع السلامة.